شر البلية ما يضحك. فجأة كده بقينا نسمع ان مصر مطلوب منها انها تتدخل عسكريا وترد عن دمشق. يعني ايه، هي رجعت ايام ترضها على اختك بتاعت 2011، ولا هو في حد ضرب دماغه في الحيط وقال لك نرجع الشريط القديم؟ الغريبة ان مصر الوحيدة هي اللي اسمها بيطلع في الموضوع. تخش على شريط البحث على جوجل عندهم هناك تلاقي مصر 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 مصر، رغم ان تركيا هي الراعي الرسمي للشرع وهي الداعم الاول للثورة السورية، وعندها بالفعل قوات في شمال سوريا وجوه دمشق نفسها، يعني واخده حته من تورته اختها، يعني جيران مع بعض وعندهم قوات ونفوذ، ومش هيكلفهم يتدخلوا غير بامر مطبوع على ورقه معفنه ما تسواش 3 تعريف، وبرضه محدش بيطالب تركيا بحاجه. طب سؤال بقى، عمركم سمعتوا مسؤول مصري واحد قال احنا هندافع عن الشرع بعد الشرع؟ ولا احنا طلعنا ببيان رسمي وقلنا ان احنا ملتزمين بحمايه النظام السوري بعد الشرع؟ طب انت جايب العشم ده منين وعلى اساس ايه؟ جبت منين العشم يا ولا؟ جايبه من فيلم؟ طب جايبه من رؤية ولا من الفلاتر بتاعت انستجرام؟ الشرع وقف في المراية مثلا كده ومسك الموبايل وعمل فلتر فلقى نفسه السيسي مثلا؟ سؤال تاني وده الاهم، ليه حيلة ماما انت وهو محدش بيطالب الخليج؟ ليه سايبين تركيا؟ ليه كله واقع في حجر مصر؟ ولا هو احنا اخر سند في الدفتر؟ ولا الخواجة لما بيفقس بيدور على اجنداته القديمة؟ ولا انتوا شايفيننا بس كبير المنطقة وقت التحميل؟ شيل يا مصر، تبقى عندهم البلد لما تبقى جميلة وحلوة ولطيفة كل الدول اللي حواليها تستفاد منها الا مصر، واول ما تعيط وتبربر وتنف وتقعد تزعق وتصوت زي العيل الرخم شيل يا مصر وسكتي نيميه. وبعدين عايز اقول لكم على حاجة، اي اتفاقية بين دولتين بتقع امتى؟ اول ما واحدة من الدول دي تقع، يعني لما الدولة دي تقع سياسيا او عسكريا مفيش اتفاقية، وقعت. حتى اسال ابو حنان البرتقالي، تعالوا كده اسالوا ابو حنان قولوا له على اي وعود عملها بايدن قبل كده، هيقول لك ما اعرفوش ما شفتوش، مش انا يا سعاده الباشا، هو كان في رئيس هنا اسمه بايدن ولا نعرف؟ فلو الشرع والنظام اعلنوا رسميا تجديد اتفاقيه الدفاع مع مصر، ساعتها تعالى اتكلم احزق وقول فين مصر، لكن غير كده لا. زمن انك تيجي تعك وتبوظ عشان اجي اشيل انا وراك عشان انا كبير المنطقه انتهى خلاص يا حيلتها. ولو انت شايفني الكبير يبقى تسمع كلامي من الاول وتاخد رايي قبل ما تخرب وتتصرف، غير كده كل واحد يشيل شيلته، وخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، واللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على شرعه. احنا مش ناقصين صداع، هو مفيش غير مصر في الكوكب؟ هو يعني احنا لاقيين الجيش بتاعنا ده في الشارع مثلا يعني ولا حاجه؟ ده ايه الحق المكتسب بتاع الشعوب اللزجه ده؟ وبعدين الجيش المصري ده بتاعنا احنا، عيالنا، تحويشه العمر ودافعين دم وفلوس. دي كلاحه صحيح لواحد بيخرجوه عن شعوره، وانا راجل مؤدب مش عارف اتعامل باخلاق مع العالم الوزه دي. ما هو ده اللي ناقص، نقعد ندافع بقى عن دواعش سوريا. حكومه سوريا حالهم حرفيا بيطبقوا المثل اللي بيقول اذا لم تستطع مقاومه الاغتصاب فاستمتع به. هم دلوقتي مش قادرين على اسراء فبيستمتعوا بيها. صباحيه مباركه يا جولاني وعلى عش الحب وشيروها له.